الروح من كتاب تدريبات رجل الله للكاتب آر كنت هيوز. في الكتاب ده بيتكلم الكاتب عن الانضباط المقدس والسعي باجتهاد كالرياضي، وبيشرح الكاتب 4 أنواع من التدريبات المهمة جدا للروح واللي لازم كل واحد فينا يهتم بيها. أول حاجة تدريب الذهن. بيقول الكاتب إن العقل البشري بيوصل لأعلى قدراته لما يمتلك فكر المسيح، ولما الروح القدس هو اللي يدعمه، زي ما قال الرسول بولس: وأما نحن فلنا فكر المسيح. وبيأكد الكاتب إن مفيش جهاز كمبيوتر أو أي آلة تقدر تفهم فكر الله أو تعرف قلبه وتقوم بأعماله. طيب إزاي نعيش بعيد عن تأثيرات العالم ويبقى ذهننا مليان بفكر المسيح؟ بينصحنا الكاتب إننا نتحرر من التعلق بالتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي اللي بتأثر علينا، ونركز أفكارنا على كل ما هو حق وجليل وعادل وطاهر، وكمان ندرب عقلنا على كل الأمور المرتبطة بكلمة الله، ونغذي ذهننا بكلمات الكتاب المقدس. تاني حاجة تدريب العبادة الشخصية. بيشرح الكاتب لينا إن العبادة الشخصية مهمة جداً، وبيقول إن في سببين أساسيين للصلاة. السبب الأول، كل ما نقضي وقت أكتر قدام الرب يسوع شخصيته بتبقى مطبوعة في حياتنا وسلوكنا وكلماتنا. السبب التاني، الصلاة بتخلينا نخضع لإرادة ربنا وبتخلق جوانا حياة روحية مليانة ثمر. وبيضيف الكاتب إن التأمل في كلمة الله بينمي عندنا الفكر المسيحي وبيخلينا نفكر صح، زي ما بيقول المزمور الأول: يا بخت الراجل اللي بيلهج نهاراً وليلاً في ناموس الرب. فقراءة الكلمة والصلاة بتدينا حياة تقوينا وتنعشنا، وبتدينا كمان حكمة وإيمان أكتر. كمان الاعتراف بخطايانا لله مش بيفتح السماوات فقط، ولكنه كمان بيعزز علاقتنا الحميمة مع الله. وبيقول الكاتب إن تدريبات العبادة الشخصية الحقيقية بتتوج بالتمجيد وبيبدأ بالشعور بالرهبة والخشوع في محضر الله. ثالث حاجة تدريب الصلاة. الصلاة لازم تكون أول حاجة في الروح، يعني يقودها الروح القدس. تاني حاجة مستمرة تعكس حالة القلب. تالت حاجة متنوعة تحتوي على كل احتياجاتنا وطلباتنا. رابع حاجة فعالة نكون سهرين ومجتهدين فيها. خامس حاجة شفاعية نصلي ونتضرع من أجل كل الناس. رابع حاجة تدريب العبادة المشتركة. بيوضح الكاتب إن العبادة المشتركة لازم تكون موجهة لله في مركزها مش للإنسان. وبيشرح الكاتب إن دوافع العبادة الحقيقية هي إن الله طالب مثل هؤلاء الساجدين، وإن الله وعد بحضوره معانا، زي ما قال: لا أهملك ولا أتركك. وكمان قال: إذا اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في وسطهم. وبيضيف الكاتب إن وجود الله في العبادة المشتركة بيوحدنا ويخلينا نركز على تمجيده ونعلن عن عظمته من خلال الترنيم والتسبيح. وبيأكد الكاتب إن عبادتنا لازم تكون بالروح وبالحق، وإن كل أجزاء العبادة المشتركة لازم تكون متوافقة مع فكر الله. الكتاب مليان بالتدريبات والتحديات، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد. ربنا معاك.